مشاهدينا ومشاهدي قناه نايل دراما في كل مكان، اهلا بحضراتكم الجزء الثاني من حلقتنا من فلاش. الحقيقه الجزء ده مخصصينه للقاء خاص جدا مع الفنانه رندا البحيري، اتكلمنا فيه عن حاجات كتير قوي، بس هنطلع لفاصل صغير ونرجع نبدا حلقتنا. في الفترة الأخيرة تألقت الفنانة الشابة رندا البحيري جدا، ويمكن كمان تألقها أو تركيزها الأكبر كان في مجال السينما، وخصوصا أن الفترة اللي فاتت كانت سينما الشباب، وأن الأفلام كانت بتركز على البطولة الجماعية للشباب، وكانت بتضم مجموعة كبيرة جدا من الفنانين الشباب وبتقدر أنها تقدمهم كأبطال. تفاصيل أكتر عن تجربة الفنانة رندا البحيري في السينما هتكلمنا عنها في الجزء اللي احنا هنشوفه دلوقتي من التقرير ومن لقائنا معاها، ونرجع لحضراتكم على طول. السنة اللي فاتت الحاجات اللي اتعرضت عليا تقريبا كانت كلها سينما، فنقيت منها الحاجات اللي عجبتني ودخلت بوسي كات ودخلت بعد كده البرنسيسة وبس. فما يعني هي جت بالصدفة، فانشغلت في السينما وما كانش في وقت للتلفزيون، واوريدي ما اتعرضش عليا حاجة من الحاجات اللي نورت السنة اللي فاتت دي. يعني ما جاليش الحظ انها تجيلي بصراحة، فركزت اكتر في السينما الحاجات اللي جات لي وعملت الفيلمين. انا بصراحه بحب السينما اكتر، انا بحبها اكتر من بدري. وانا لما يعني زمان كنت طبعا انا التلفزيون هو اللي كان اول حاجات اشتغلتها، كانت كلها في التلفزيون وهي اللي عرفتني بالناس، وقعدت فتره كبيره بشتغل تلفزيون. بس لما اشتغلت سينما لقيت الموضوع اسهل بكتير، ولقيت الموضوع برضو في الارشيف اكتر. ذاكرة السينما بتبقى ابقى من التلفزيون شوية، بس برضو ده ما يمنعش ان في اعمال في التلفزيون بتخلد، يعني بتبقى معروفة وبتقعد فترات كبيرة جدا الناس بتتفرج عليها وبتحبها جدا. بوسي كات انا بعتبره يمكن بعد تجربة اوقات فراغ تجربة استثنائية، تجربة فيها حاجات كتير جدا، فيها ريسك كبير، فيها يعني مخاطرة، فيها في نفس الوقت فيها فن. انا مبسوطة بالفيلم جدا. كنت عايزة من بدري اشتغل مع استاذ علاء الشريف كمخرج ومؤلف ومنتج كمان، متمكن قوي من ادواته وعارف هو بيعمل ايه وحابب السينما وبيديها قوي من قلبه ومن وقته، وهو كمان عنده حاجة كويسة قوي، بيعرف يوجه ممثل بشكل كبير جدا. فانا استفدت منه كممثلة واستفدت منه في شغلي حتى اللي بعد كده من علاء الشريف. وبوسي كانت تجربة بعتز بيها قوي، ونفسي اتفرج عليها قريب تاني في التلفزيون، واتفرج عليها في يعني في قنوات الافلام، لانه فيلم فعلا انا بحبه. الفنانة رندا البحيري كانت في رمضان اللي فات كانت مشاهدة فقط، وابتعدت عن الشاشة الصغيرة، ما قدمتش أي أعمال في رمضان الماضي، وهي بتقول إن هي كانت بتتفرج على معظم الأعمال ولكن بعين ناقدة. تعالوا نعرف رأيها في دراما رمضان اللي فات، وكمان هتكلمنا عن الدور اللي هي بتحلم بتقديمه. الحقيقة كل فنانة دايما أو فنان بيبقى له دور بيحلم بتقديمه. تعالوا نعرف إيه الدور اللي هي نفسها تقدمه في الفترة اللي جاية، ونرجع لحضراتكم على طول. البرنسيسة ده فيلم برضو بعمله، كنت مع شركة انتاج جديدة. كنت يعني مستصعبة دوري كده وفرحانة بيه، وبقول ان انا عايزة اعمله بشكل لطيف، وعايزة اتحدى نفسي شوية في الدور ده، وعايزة اعمله شكل كده. وفعلا الحمد لله قعدت مع الاخراج، وقعدت مع يعني استاذ وائل عبد القادر، وقعدت مع استاذ مصطفى السبكي المؤلف، وكل القائمين على العمل والناس كلها وقفنا يعني جنب بعض، وفكرنا نعمل انا اعمل الكاركتر ازاي. وكنت برضو شغالة مع ناس بحبهم واشتغلت معاهم كتير قبل كده، أستاذ ضيا وعلا غانم
وشمس وكل اللي في الفيلم اوريدي يعني اشتغلنا مع بعض كتير قبل كده، فكان الموضوع كواليس سهل قوي. كلاكات او سعيد كلاكات فيلم من اخراج دكتور بيتر ميمي. دكتور بيتر ميمي ده مخرج فيلم سبوبة اللي انا اشتغلت معاه واتشرفت بالشغل معاه قبل كده، وانا فعلا يعني 100% من يعني او يعني من وجودي في الفيلم ده علشان انا بجد مش قادره احكي لك انا بجد ارتحت للراجل ده ازاي. مخرج ان شاء الله هيبقى من المخرجين المهمين جدا في مصر ويا رب في العالم كله. مخرج حساس، بيحس قوي الكادر وبيحس قوي الممثل وبيحس قوي كل حاجه في الفيلم. فنان بجد، هو دكتور اساسا بس هو بجد فنان كبير. ومحمد علام مؤلف الفيلم، عايزه اقول له انت عامل حاجه عبقريه. يعني انا كل اللي بيقرا السكريبت لحد ديزاينر الملابس اللي عامل لنا لبسنا احمد عبد الله، لما قرا السكريبت قال لي كلمني قال لي رندا هو انتوا كاتبين السكريبت ده عشان تاخدوا بيه جوائز؟ ده فيلم مهرجانات. قعدت اضحك قلت له ان شاء الله يا رب، يعني احنا ما عملناش حسابنا ان احنا نخش بيه مهرجانات، بس هو فعلا كلاكات فيلم من الافلام اللي انا قريتها وكنت مبهوره، يعني مبهوره من الورق. الفيلم مكتوب كل مشهد معمول صح قوي وتبقى عايز تكمل بس. انا في افلام كتير قوي ببتديها بالليل واخلصها الصبح، او ببتديها الصبح وبخلصها تاني يوم، او ممكن اقفله واعمل حاجه وارجع. انا الفيلم ده اول ما فتحته كملته وانا قاعده بقى، قعدت يعني بقيت عايزه اجري في الفيلم عشان عايزه اعرف في النص وفي الاخر حصل ايه. فلا الفيلم بصراحه حلو قوي. سعيد كلاكات بطل العمل عمرو عبد الجليل، وفي طبعا مجموعه كبيره جدا من الممثلين، في نضال نجم النجم السوري، في علا غانم، استاذ سناء شايفع، دكتور سناء شايفع. فمعانا ناس كتير قوي ومبسوطه برضو بيه قوي الفيلم ده بصراحه. في سسبنس كده في الفيلم، في طبعا شويه كوميديا، طبعا عمرو موجود فعامل كوميديا لطيفه قوي. انا مبسوطه بدوري، عامله سلمى دي بنت، طبعا مش هحرق الفيلم خالص، بس هي بنت ممثله نجمه سينمائيه بتمثل فيلم جوه الفيلم. الفنانة الشابة رندا البحيري بتصور دلوقتي فيلم سينمائي جديد بتشارك بطولته مع مجموعة كبيرة جدا من الفنانين، على رأسهم عمرو عبد الجليل وعلا غانم وأحمد فؤاد سليم، والفنانة طبعا القديرة ميمي جمال، والسيناريو والحوار لمحمد علام، أما القصة والإخراج لبيتر ميمي. في التقرير اللي جاي الفنانة رندا البحيري هتكلمنا عن دورها وكمان هتكلمنا عن الفيلم ككل. نشوف لقائنا معاها ونرجع لحضراتكم على طول. عايزه اعمل، نفسي قوي اعمل حاجه سايكو، يعني نفسي اعمل حاجه شبه شريهان في خلي بالك من عقلك. انا كنت بحب الفيلم ده قوي وبحبها هي جدا جدا، بموت فيها. والدور ده بالذات انا يعني بحب الادوار اللي فيها شويه جنان كده، يعني نفسي اعمله ده. مسلسلات السنه دي الظاهر ان كان في كميه كبت، فالكبت ده كله المؤلفين الشباب الجداد خرجوه في كتاباتهم، فخرجت لغه جديده، لغه شويه جريئه، ورق مختلف تماما. في كتير قوي من المسلسلات اتكلمت عن السياسه، في كتير قوي من المسلسلات ما كانش هاممها وجود تيار الاخوان المسلمين على الساحه السياسيه، واتكلموا بمنتهى الجرأه، زي الداعيه دكتور مدحت العدل ومحمد العدل المخرج العظيم. انا يعني عجبني المسلسل جدا. مسلسل ذات، المسلسل ده كان رائع، وبرضو لم السياسة واتكلم عن كل الفترات، يعني كل الرؤساء اللي فاتوا لحد الفترة اللي هي فترة 25 يناير. هو تقريبا انتهى عند 25 يناير. فكان مسلسل حلو قوي لدرجة ان انا يعني كنت زعلانة قوي وانا بتفرج على الحلقة الأخيرة. فده برضو كان، فالدراما السنة دي عليت بشكل مش طبيعي، عليت بشكل جميل وحاجة فعلا تفرح.
مشاهدينا في كل مكان، خلص وقت حلقتنا النهارده. يا رب لقائنا مع الفنانه رندا البحيري يكون عجب حضراتكم. عشان تعرفوا كل الجديد في عالم الفن والنجوم دايما تابعوا فلاش يوميا، وتابعوني في حلقات الاثنين والخميس. تحياتي لحضراتكم.